مساء الخير، وخلينا بقى اخيرا نرجع. الحلقه بقى بتاع 4 شهور. دي حلقه العيد يا جماعه. دي العيد الكبير. احنا مش عملنا العيد، احنا جبنا العيد ده كده بس يعني عندنا ايه شله بوسترات قد كده على شله مواضيع. انا بحب الحاجات دي وساف. ايوه فالحلقه مطوله معانا. انا بفكر اقسمها على حلقتين بس مش عارف بجد. خلينا نسجل ونشوف يعني. خلينا نشوف هتجيب معانا قد ايه يعني. ولو انت مفتقد الاعداد دي طول ال4 شهور فانت اللي مش متابع. احنا عاملين سلسله محققه اعلى ايرادات عندنا في الاوضه اسمها انا واخويا على المطور، بميكس ما بين فيديوهات الجيم بلاي والبودكاست والتعليق على الترندات والهبد برضه ده اساسي. فعاملين منها بتاع 6 حلقات. روح اتفرج يا بيه، ولا 5 مش فاكر، بس روح اتفرج. 4 سلاحف النينجا وواحده التكس 2 وعملناها قبل كده شنك دي يعني ما كانش حلو. وفي انترو وموسيقى وهويه وبنصور ومكلفين يعني. فانت لو مفتقد القعده دي روح اتفرج. بننزل هناك بصفه دوريه. قبل ما نبدا كده سريعا، انت ايه بقى شغال على ايه الايام دي؟ والله تقلدت يعني منصب جديد في الاي دبليو. قالوا لي انت بتتكلم كتير وتبولق مالكش انت في شغل التيم وورك، اعمل حاجات فرديه كده. ممكن تشوفوها عندي على الانستجرام يعني، بنزلها. طب ابعتهم لي احطهم في المونتاج. طب ان شاء الله ماشي. المفروض بقى دلوقتي ان هم يظهروا اهم اهو حركات مونتاج شقيه. عشان انا واضح ان انا ماليش في العمل الجماعي يعني. انا ما بحبش الجماعي خالص. هنبدا بفيلم الصراحه انا ما شفتوش، بس انا شفته. انت شفته في السينما. انا ما استمتعت بيه الحقيقه. الله يا رب يمتعك في حياتك كلها. انا ما بقتش احب اروح السينما فما اتفرجتش عليه، وهو بوليت ترين يعني. انا افضل ان انت تتكلم انت شفته. يعني شفت الفيلم. انا شايف ده اللي كان موجود في السينمات هنا على حد علمي يعني. ممكن في السينمات اخرى في دول اخرى يبقى مستخدمين تصميمات تانية، ولكن ده اللي كان موجود في اسكندريه هنا. مش هقول لك ان هو وحش، هو معمول حلو، صنعته حلوه، ولكن يعني شتان الفارق بينه وبين جو الفيلم واحداث الفيلم وستايل الفيلم. خلفيه بيضاء عليها باترن تنين عشان احنا في اليابان يعني، والممثلين مرصوصين، حتى رصه عشوائيه حتى يعني. شايف النسب رايحه في داهيه في بعض الاحيان يعني. صوره براد بيت مش عارف، حاسسها فيها حاجه غلط. هي مش فيلم مصدغ كده، مش فيلم. هو تقريبا كان عنده مشكله في عينه او حاجه، او العدسه فيها حاجه هتتضح في البوستر الجاي. فيعني ما عنديش حاجه اقولها. ولا انا بصراحه. انا شايف عدم اتزان مثلا في الصف اللي في النص. في باد باني جنبيه البت الروسيه كده. هو ده باد باني مغني ولا مصارع. ربنا فتحها عليه يا عم. مصارعه وافلام تحسها طالعه فوق كده، والباقي كله ماشيين على نفس المستوى. والوايت ديس اللي هو فوق خالص ده مش عارف صغير ليه، مع انه كان يعني هو ده مش الفيلن ولكن الشخصيه اللي احنا خايفين منها. اللي انت خايف منها. انا ما اعرفش مين ده اصلا. وبرده العروسه دي انا الصراحه ناسي اسمها. يعتبر انجما كود كويس، لان انت تقعد تسال نفسك ايه دي وايه علاقتها بالاحداث. انجما كود ده الكلام اللي انا بقوله في الفيديو. بس في المجمل يعني بوستر ضعيف، اعطيه 5 من 10. نقطه مهمه كمان نسيت اقولها. ايه يا اخويا؟ فين الترين في الموضوع؟ هتلاقي حاجتين كده مرفرفين على كتاف براد بيت. ده الترين اللي في الليله. الفيلم كله اسمه بوليت ترين وده الترين. فغير موفق الصراحه يعني. 4 من 10 5 من 10. مكلكع ومزعج وحالته يعني نيله. طيب اللي بعده بقى ده مش عارف ده ياباني ولا صيني دي نسخه برضو لغه اسيويه ما، عشان مش عايزين نهبط. غالبا ياباني. انت عارف اشتغلت اصل انت واخد بالك كاتبين فوق من فوق لتحت انت عارفني اشتغلت في اتحادات يابانيه كتير يعني. ولا ليك فيه. NJPW بس. المهم بكل المقاييس البوستر ده احسن من التاني. ماشي. عندك القطر اللي هو العنصر المميز. السرعه، حاسس بالسرعه والفليرز والحاجات دي. حاسس باجواء اليابان من غير ما اعمل حاجات انك براش والكلام ده. اللي هي ستيريوتايبس اليابان والحاجات دي. طبعا الايديت بتاع الصور احسن بكتير. في كده حته ثياتريكال. وترتيبهم ونسبهم واحجامهم حلوه، والريم لايت من فوق رائع. انما في بعد ذلك الميل واخدني ونازل تحت. غبي قوي. الميل غبي جدا. اللي هو بص لمعلوماتك، حالتين لا يستحب فيهم باجماع جمهور المصممين يعني. الميل ان انت تخلي الميل غبي قوي كده، خصوصا لو نازل لتحت يعني. عارف لو طالع لفوق دي ايجابيه في الدعايه، لكن وهو نازل لتحت مش حاجه حلوه خالص ان يبقى ميل لتحت وكبير كمان. صح. انما فيما عدا ذلك الصراحه انا شايفه يعني بوستر رائع. وبرده عين براد بيت مش عارف فيها ايه. جربت اعمل له فليب لقيت نفس المشكله. هو واضح ان هو كان مضروب فيها او حاجه. يمكن دي حاجه في الفيلم وانت ناسيها. لا ما هو خد بالجزمه طول الفيلم بس مفيش حاجه في عينه يعني. والانجما كود طبعا العروسه، واليونيك سيلينج بوينت في حبيبنا براد. والشنطه دي بيقول لك عليها مجفن باين اسمها كده تقريبا. مش عرفنا انت اللي شفت الفيلم. لا ده عموما في السينما ما تبقاش جاهل. الحاجه اللي احنا بنلف وراها تقريبا بيبقى اسمها مجفن كده. يا ريت تصلحوا لنا في الكومنتات لو انا قلتها غلط. انا اول مره اسمع حاجه زي دي بصراحه. ما انت ما بتتفرجش زي. لا انت خلاص بقيت سينمائي. انا كل يوم في السينما لحد ما ولع في سيتي سنتر لحد ما ولع بينا. احمد ربنا. والله كان ممكن يولع بيك. تبقى يعني. بس انا مش من العيال بتوع مدارس زهران. انا بروح هناك اكل عشان بحب الاكل اللي هناك. ايوه صح. رقم 2
منعطف خطر. واسمح لي شفته قبلك بكتير بس ما اتفرجتش على المسلسل. اسمح لي انا بقى اتكلم لان انا شفت المسلسل ماشي. واعجبت بالمسلسل ولي سيجمنت على المسلسل بس. فانت قول وانا كمان شويه في الحلقه عشان اضمن الناس عشان اضمن الناس تقعد فتره كبيره في التكوين لطيف والميل لطيف. ماشي. ما مش ميل غبي. ماشي. في شغل والله، في اجتهاد في الاضاءه والاضاءه الصيان والكلر سكيم ده برضو مش منتشر. باليتة الالوان دي مش منتشره. الخلفيه برضو الى حد ما كويسه، بيحاول يوظف فيها عناصر زي العربيه بتاعت الضابط. كنت لسه اسالك هي ليها دور عشان ظاهره كده هي عربيه ملهاش دور، بس هي عربيه الضابط، هو بيحب العربيات القديمه. نقطه. تقريبا اللوكيشن اللي هو فيه اليافطه نيون ده، فاكر حاسس ان انا شفته في المسلسل او حاجه. طب يعني حتى لو كده يعني انا اسف انا اسيبك تكمل، بس ما تعملش الحاجه فيها كتابه فليب. ما انا شايف اليافطه مكتوب معموله الخلفيه معموله فليب، حركه غير احترافيه دي. لازم وانت بتعمل فليب للصوره تاخد بالك ان في نصوص، حد لابس تيشيرت عليه حاجه، يافطه بتاع. بص في محاوله للدبل اكسبوجر، عاملين المكان اللي لقوا فيه الجثه. التايبوجرافي ماشي حلو، ما عنديش مشكله فيه، اللي هو عادي يعني من وقت ما وراء الطبيعه. والكتابه اللي هي البرشات دي بقت منتشره قوي، حابينها قوي. ماشي يعني في شغل محمود. لكن من واحد بقى شاف المسلسل ابعد ما يكون عن فرح العمده اللي معمول ده خالص. اضاءه عاليه مبهرجه، يعني مديني احساس ان احنا في الملاهي. المخرج تقريبا اسمه السدير مسعود او السدير مسعود، هو اسمه يعني مش منتشر عندنا في مصر. كان بيستخدم كونتراست وازرق واحمر وبرتقاني وازرق وصيان والحاجات دي، بس مش كده. الاضاءه فيك جدا، على الرغم ان في اجتهاد في عملها. الهايلايتس الخضراء في اجتهاد في العمل، فيك جدا. ضربه خالص على ريهام عبد الغفور، باينه قوي ان هي فيك على ودن باسل الخياط، وعلى دقن ريهام عبد الغفور، كذلك هو الحال على باسم سمرة. ومش عارف مصدرها ايه وايه الميه اللي وراهم دي، تحس في حاجه وراهم كده، هيز غريب. السلويت معمول له لاتشه اكسبوجر على وش سلمى ابو ضيف، مش حلوه خالص. ما يخلي طب وتعملها سلويت ليه؟ ما احنا عارفينها. هو انت مداري على نص وشها ظل فيك، بهرجه. مفيش غموض، مفيش سسبنس، مفيش الوان غامقه. غير طبعا ان التصميم مش متزن مايل كله ناحيه العربيه وكده، يعني ماشي. لازال مش متزن، لازال مايل ناحيه اليمين اكتر. وبيرد فراغ في الشمال. والايديت بتاع الصور ما بنزودش التكست كده. توباز ادجاست، فاكر ايام توباز ادجاست؟ ما بنزودش الكلاريتي على صوره او التكستشر في صوره. احنا بنوازن ما بين التكستشر والكلاريتي عشان ناخد ريتاتش الى حد ما كويس. لكن الملامح رف قوي، مش يعني وابعد ما يكون على المسلسل. الفكره بقى ان انا لقيت البوستر ده، هو مش هحرق حاجه في القصه دلوقتي، بس هحرق بعد كده. هم بيلاقوا جثه سلمى ابو ضيف في شنطه العربيه في اوسيم، والممثلين كانوا نص المسلسل بيقولوا اوسيم والنص الثاني بيقولوا اوسيم، ما علينا. فبيلاقوا جثه سلمى ابو ضيف. فهو والله في اجتهاد ان هو عامل الكادر من شنطه العربيه. هنا بيعمل لينك بين البوستر وبين حاجه في القصه بتاعتهم، بس ان من شنطه العربيه شايف سلمى ابو ضيف. ازاي بقى؟ طب الضابط وابوها وهي بيبصوا على ايه؟ عارف فكرني ايه؟ لو احنا شاكين مين اللي قتلها، نادي على القتيله. المشهد هم ما اتجمعوش مع بعض كده، بس ماشي. انت حابب تعمل حاجه ايه؟ بروموشنال، تحطهم كده كلهم جنب بعض في الغيط، في الفكره، في البتاع. اضاءه فيك وحشه. وايه اللي جاب ده؟ اكن حد واقف ورا بس الخياط في الغيط باللي هي النان لايت، التيوب الار جي بي، وجنب كل ممثل عشان يديله اللحسه الخضراء. جايه منين الاضاءه الخضراء؟ بالذات على محمد علاء تقريبا، اللي هو محمد علاء ورهام عبد الغفور. فين الاضاءه؟ طب في موقف زي ده كنت هفضل حاجه انا في الاضاءه، انما التكوين كله فيستك الصراحه يعني، ومش منطقي. كان ممكن بالليفلز يبقى ماشي. لا مش قصدي تنفيذ الفكره. ايه ما هي القتيله واقفه جنبنا، ايه نشيلها. انا المقتول يعني. انتوا اكتشفتوني في شنطه العربيه كمتفرج. انا قصدي الاضاءه هنا جايه منين؟ ايوه بالظبط. عندك مصدر شمس يضرب ريم لايت اصفر عليهم كلهم، ومش ريم لايت اصفر، كمان ريم لايت ابيض، ايا كان بس الاصفر. وبعد كده تديهم كلهم ايه كلر بالانس كده، يخليهم هم اللي مخضرين. الكلام ده برضو يتقال على البوستر الاولاني. مش لازم عشان تعمل كونتراست تقوم حاطط لي لونين عليهم. يعني ريهام عبد الغفور الاضاءه الحمراء عليها واضح ان هي موجوده في الصوره، خلاص مش لازم تعمل اضاءه خضراء. تقوم عامل ايه؟ مخلي صورتها مخضره. الكونتراست بحيث يبقى فيه فيل لايت وريم لايت، ما يبقوش الاثنين ريم لايت. يعني احنا هنا الفيل بتاعنا ابيض، وفي هنا اضاءه صفراء عامله لحس على قفانا، محرراني بصراحه كده. دي الواقعيه. لكن الهايلايتس القويه خبط من هنا وهنا. وبعدين لما ترجع للصوره باسم سمره في البوستر الثاني، ده الشمس جنب كتفه، الاضاءه قويه قوي على كتفه. هو يعني بيحاول يجتهد في الريم لايت والاضاءه، ولكن ايه مخيشه منه جامد يعني. ده بقى فكرني باحد ما مش بوستر لكنه الصور اللي انتشرت لبريكنج باد الموسم الثاني تقريبا. وشفت برضو حاجات كتير لوكينج ديد، خلي بالك. بص انا عارف ان كل صوره من دول اتصورت لوحدها اكيد. دي حاجه انا واثق منها. الظل واضح قوي. بص الاضاءه طبيعيه، مفيش ريم لايت
بطشات كده اخضر واصفر واحمر والهيصه دي اضاءه طبيعيه هاديه جايه كلها من نفس المصدر، نسب حلوه، ظل، هيز، بعد، والصور متنوره على اساس الفكره دي. ايوه الصور متنوره في نفس الظروف وعلى اساس ان هو ده اللوكيشن. يعني هحط في المونتاج صور فرديه من الحاجات دي متجمعين مع بعض، مديك احساس ان دي صوره طبيعيه. انما لما تقارنها بدي لا مش طبيعيه خالص، دي فيك قوي، لا نسب، الاضاءه فيك. بالرغم ان بتاع بريكنج باد ده ما فيهوش ب3 صاغ تنفيذ، لا ده هو صور شبه بعض، عايز يقدل هسود لك تحتيهم وخلاص، بس شكلها ليجيت، تحس لو ايه بيستتش صور جنب بعض. ايوه بس هي مظبوطه. بس والله العظيم الشغل في منعطف خطر يحترم. كمسلسل ولا كبوسترات؟ الاثنين. انا شايف البوسترات فيها اخطاء بالهبل، بس مع الوقت الاخطاء دي تكات التنفيذ دي بتاخد وقت. رقم 3 ده انا ما شفتوش، بس كنت طالع لايف على الانستجرام. بالمناسبه بنطلع لايف على الانستجرام كل يوم خميس الساعه 9، دي المعلومات الناس بقت على الانستجرام ده. فناس بتقول شوف بوستر بلاك ادم، فانا مش فاهم ايه اللي فيه، ففتحته اللي هو يعني حاله مختلفه جدا من العبط في النسب. يا عم عرفنا ان دوين جونسون هو النجم والاعلى اجرا والحاجات دي كلها، بص قد ايه مش للدرجه دي يعني. ايوه مش للدرجه دي، ايوه بالظبط، كبير على الفاضي. وعلى الرغم ان هو كبير واخد مساحه كتير، الا ان انت هادر على يمينه، على يعني جنب شماله، على شماله يعني على شماله. وده جاي على حساب ان فعلا في ناس سفاسف حتى لو مش مهمين في الفيلم، مش مهمين ما تحطهمش بالدرجه دي، ما تحطهمش. ايوه انما ناس قد كده يعني. خوذ الدكتور فيت اكبر من ممثلين. مش ده دكتور فيت بتاع انجاستس؟ طب كويس. واتوم برضو من انجاستس عاملينه. المهم يعني ان الخوذه فعلا اكبر من الاثنين اللي مرميين جنب الايه بتاعت ادم تحت، حتى لو ما لهمش لازمه، شكلهم غبي قوي. والروك كده وشه مسيطر على كل حاجه، ده تحسه ترول، ده تحسه ميم، اللي هو انا عندي النجم اهو النجم. لا كان يصغر اكتر من كده. انا فيما عدا ذلك يعني، وحته الاحجام وكده، وان هو مساحته غبيه، او قصدي حجمه غبي قوي، صغر واظبط النسب بتاعتك. فيما عدا ذلك الصور شارب والايديت عليها حلو، وعجبني تنوع الالوان من غير ما اقول لك خد اهو تنوع الوان اهو، زي واحد هنشوفه قدام دلوقتي بس مش هنقول اسمه. ففيما عدا ذلك يعني وهادر مساحات، صغر في الاركان، صغر واستغل المساحات دي ويبقى تمام والله. حتى الكسل الشديد في الحاجات الفرديه، خلفيه سودا صوره يلا. وعشان ابقى يعني روشنه، في نص صوره متاكل يعني. وبلاك ادم اللي هو المفروض بيكتبوا اسم الشخصيه ولوجو الفيلم. طب ده بلاك ادم، بتكتب بلاك ادم. ما يمكن دي بقى ايه تحكمات او جايد لاينز من شركه، ممكن تبقى جايد لاينز بتاع الكوبي رايتر، بس لا يعني ده بالوايم كده يعني. الرابع من احدث اصدارات شاهد، وعد ابليس. قول اللي عجبك. التريلر بتاعه بس انا شفت الحلقتين اللي نزلوا وقت ما انا بسجل دلوقتي، في حلقتين نزلوا من وعد ابليس شفته. انا عجبني الالوان شويه، واستخدام البنتاجرام اللي هو المضيء ده كان يفتح. البنتاجرام ده اللي هو النجم الداوود او النجم عموما. النجمه دي اللي هي الشيطانيه والماسونيه، استخدامها متوهجه كده وبرتقاني مع الخلفيه اللي كارفه بنفسجي، في كونتراست حلو برضه من غير ما اقول لك خد كونتراست. وكانت تفتح لك سكك كتير لاضاءه وجلو او ريم لايت، ولكن لم يتم استغلالها على الاطلاق. اضاءه اهي حاجه منوره، طب فين انعكاسها؟ لا مفيش، مش عارف. والتميمه اللي في النص دي ممكن تخدم عجله ابليس ايا كان، كنت فاكرها سلسله او حاجه، لا هي عجله ابليس، تخدم كانجما كود برضو. ولكن انا في حاجه مش فاهمها، هو حسب التريلر انا ما شفتش الحلقتين، ان فتحي عبد الوهاب ده هو الشيطان. كنت احب اشوفه مسيطر اكتر وراهم كده كبير، والتكوين التقليدي اللي هو عامل ايده كده مش لازم بالظبط يعني، انما هو محطوط كده برضو في تكوين متماثل رتيب ممل. ايديت الصور فيه غريب، مش عاجبني خالص. الحته اللي تحت دي عارف اللي هو ايه، شقلب السكاي لاين بتاع القاهره، تتزنق عايز تعمل حاجه عميقه شقلب القاهره. فجاء واحد كبير بيقول لي الدنيا مقلوبه، قلت له يا حاج اعدل الجزء ما تعملش بلبل. انت عندك حاجه تقولها؟ عندي حاجات عايز اقول. التايبوجرافي بتاع وعد ابليس بيفكرني بعهد الدم. التكوين ملوش علاقه بالمسلسل يعني. ده وعد مين؟ ابليس. ودي شبكه مين؟ وشبكه ال10 جرام دول ابليس. ايوه ده وعد ابليس. انا في البوستر خايف من ابليس، خايف على ابليس من عمرو يوسف فعلا. تحس عمرو يوسف لو فتح بقه هياكل دماغ ابليس. ده ابليس، ده الشيطان. ليه مش محطوط كبير؟ ما انا لسه ايوه ما انا عارف. حتى يعني التكوين التقليدي اللي هو عامل كده، اللي انا استخدمته في ما وراء الطبيعه، واللي انا استخدمته في ديفاي سيتي اوف ثورنز ما شفتوش. هنحطه يعني هو الشخص الماستر مايند المسيطر فوق الحاجه كده، واخد بالك، وعامل كده عليهم، او واقف ورا كده واخد شموخ، او حتى مدي كده لقطه سيمي بروفايل ونظره بمكر. انما ايه ده؟ الشيطان، الفيلن، الابليس اللي ده الوعد بتاعه، دي عجلته حاطينه كده جنب العجله اكنه يعني ايه جاي مع العفش. حتى لو انت عايز تحط عمرو يوسف والممثله الاجنبيه دي كبيره ماشي، افصلهم كده يعني، زقهم يمين وشمال، وحط فتحي عبد الوهاب بحجم كبير ببوز يعني ايه يعني دوميننت كده فوق العجله بتاعته. ايوه ده انا متعاطف معاه في البوستر، ومركبين له سكسوكه فيك وحاجه يعني نيله، شكلها سيئه قوي. هو وعلى فكره في المسلسل شكلها سيئه برضه، شكلها اللي هي ايه مقاشه كده وحطيناها
رسمناها له وخلاص. اكاد اجزم ان اللي عمل البوستر ده ما شافش المسلسل ممكن او ما تستبعدش يعرفش والله. حاجه. شيطان بنتجرام. لا اللي هو انت عندك 6 ممثلين، 3 يمين و3 شمال وخلاص. مين النجوم؟ اسوأ حاجه في المسلسل الاجنبيه دي زي كده على قد بولا فلوسهم. بيتن، او يعني ازبل حاجه في المسلسل اداها بصراحه يعني. وعمرو يوسف هو النجم، فاحنا هنحطهم ايه عندنا 3 مستويات من النجوميه: خط الكبير، الهجوم المتوسط، والوسط والدفاع. واللي هو الممثل اللي انا مش فاكر اسمه بتاع رشاش، واحمد مجدي لا ده لبسه في المسلسل الى الان ولا ده شعر ولا ده اي حاجه. فاللي هو في ايه يا جدعان؟ لا مش كده. كان المفروض التكوين ده يتفور ويتبدا من الاول، وانت واخد في الاعتبار ان فتحي عبد الوهاب هو الشيطان. بمناسبه ان فتحي عبد الوهاب هو الشيطان، بدون حرق يعني، كان جالي فيلم كان مكتوب لسه ما اختاروش ممثلين ولا حاجه، وشوف الصدف في شخصيه ليها علاقه بالشيطان ورمزيات شيطان وتفاحه وشجره والحاجات دي. فالمخرج قعدنا نتناقش كتير في التليفون، قال لي شايف مين الشيطان؟ قلت له فتحي عبد الوهاب. ما فيهاش، هو ما ينفعش غير فتحي عبد الوهاب. فان انا اشوف فتحي عبد الوهاب عامل الشيطان في وعد ابليس حاجه ملهاش معنى بصراحه. بس هو يعني حسيت ان الموضوعين ليهم علاقه ببعض يعني. وبرده للعلم بالشيء فكرني بالبوستر ده بتاع فيلم روسي مش عارف اقرا اسمه ناينث، التاسع تقريبا او التاسعه. انا تقريبا شفت البروجكت بتاعه على بيهانس. ما انا جايبه من بيهانس. بيوريك عمل ايه. كان راسم سكتشات حلوه. هو بوستر اهو لا بأس. يعني مثال. انا عارف ان احنا كده هنعمل ربط يلخبط المشاهد. ارجع لي البوستر منعطف خطر الاول. انت بتغلبني في المونتاج. كم بص الراجل المحقق اللي على اليمين ده ريم لايت برتقاني او اصفر ومعمول وحش بالمناسبه، بس جاي من ناحيه النار والكونتراست يجي من تون الشخصيه من غير ما اقوم انا ايه لزقه ريم لايت ازرق من الناحيه الثانيه. وعد ابليس. فاكر سفير جهنم قال لهم ان هو شيطان؟ لا، بدا يغريهم. اتفرجوا يا جماعه على الفصل المتاح من سفير جهنم المسرحيه والفيلم. ما قال لهمش ان هم شيطان، وقال لهم بقى ان ده فيه فلوس، وطلب منهم يبيعوا نفسهم بحاجه رمزيه ميتافور، ان هم يحلفوا كده. صح، ميتافور، لان مفيش حد هتطلع تقول له انا الشيطان بيع لي روحك. طب يا اسطى ماشي. ده اللي حصل في وعد ابليس. عمرو يوسف مراته جالها لازم تموت وخلاص، فبشكل ما الشيطان عامل ناقص يعمل كروت وفلايرات لنفسه. هنا الشيطان تعالى، اللي هو فتحي عبد الوهاب بيقول له الثمن انك تبيع روحك للشيطان. قال له تبيع روحك للشيطان. الثاني عمل ايه؟ باع روح للشيطان. والشيطان جايب له عقد، طلع له عقد. اللي هو يا جدعان هو ده مش سكتش كوميدي، هو ده مش سكتش بجد، ده طلع له عقد كبير اللي هو ايه لفه وعملها اللي هي زي الميم بتاع كريس جيريكو اللي هو الليست اوف جيريكو في WCW. قال له انا الشيطان. هنا يعني بص، ما هو عمرو يوسف قبلها كان بيصلي، فيبدو ان هو متدين واخد بالك. قال لك هتبيع روحك للشيطان، وانت عارف ان الشيطان يعدكم الفقر وعارف الحاجات. امشي عكسه. ما هو بيقول لك انا الشيطان، يعني ما ضحكش عليك، ما غشكش باي شكل من الاشكال. مضى للشيطان. اداء فتحي عبد الوهاب بقى. طب ازاي ما يجيبش واحد صاحبه محامي يراجع البنود؟ اصل ده شيطان، هتجيب له ايه؟ هتجيب له محامي منين ده مثلا؟ الشيطان فاتح في وسط البلد يعني. وفاتح في حته، فاتح محل مرايات. ما هو بيحب يشوف نفسه كتير. فتحي عبد الوهاب، انا عارف ان انت عايز تعمل اداء اكسنتريك. بعد ما مضى قام جاي عامل له كده اللي هو بتاع السكر، تحليل السكر ده. خرم في صبعه وقال له اعمل كده. عمل كده. هو مين اللي اتخرم؟ عمرو. يعني مين المفروض يتوجع؟ عمرو. ايوه فتحي عبد الوهاب بقى. والله الرياكشن اللي انا هعمله ده هو اللي عمله. لا يا نجم. السي جي اي المفروض بقى ان فتحي عبد الوهاب بيتكسر لحتت ازاز وبيخش في الازاز ويطلع لك موديل مش شيطان، زومبي من سكتش فاب. عارف سموم؟ فيلم سموم؟ لا، اللي هي افلام الرعب التركي الرخيصه. تقريبا اللي هو الجرافيك بتاع بلاي ستيشن 1. عزازيل. الله ينور عليك. هو ده الجرافيك بتاع المسلسل. فانت عمال مصور تصوير سينمائي وتصوير افلام. جرافيك ايه؟ سموم، عزازيل. وبرده في حد اقنعهم ان دي حاجه حلوه، اللي هو الشيطان دي سكرتيره اللي بتقول انا خدمه العملاء بتاعت الناس اللي مضت. هو ازاي ده مش سكتش كوميدي؟ مش قادر افهم بصراحه. انا هكمل المسلسل بصراحه، هو شددني ان انا اكمله اشوف هم هيعملوا ايه. اللي هو يعني باع نفسه للشيطان كده. ما ده شيطان يا ابني، منتظر منه ايه يعني؟ بتتفاجئ من ايه؟ صحيح بتتفاجئ يعني. كان والله بدون هزار الحوار اللي حصل ما بينهم، اللي هو الحوار الازلي بين الانسان والشيطان، بين قوى الخير والشر، كان ممكن يتعامل بطريقه ميتافوريكلي احسن من كده. مش يقول له انا الشيطان بيع روحك ليا وامده اهو. Listen to me. We don't want to kill any of you. But trust me, we will. Sons of Dutch. Makes us brothers. Sometimes, brothers make mistakes. You people venerate savagery, and you will die savagely. Stay strong.
stay with me. فقره فيلم كيرة والجن. انا ما شفتش كيرة والجن انا شفته مرتين انت وكنت ممكن اشوف الثالثه. يا للدرجه دي؟ طب اتفضل. هتتكلم بحرق اكيد هحرق، بس بشكل مختصر. مشاكلي مش في الجزء اللي فيه الاحداث، مشاكلي طب مع قول الفيلم. اللي انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيلم ممتع، طويل وممتع، وعجبني فيه التصوير والاخراج والتمثيل مروان واللبس حامد. واللوكيشنات. طبعا مروان حامد واحمد مراد والكتابه وكل حاجه. طبعا الشوارع والمباني والمجاميع مهمه قوي. المجاميع دي عايزين ناس اجانب، نروح نجيب ناس اجانب تعمل المجاميع. طبعا. مش واحد من ام المنصوره في عينه زرقاء شويه نخليه يقول فلد وخلاص. فلد. وهو انجليزي بس فلد دي تركي بس يقولها برضه. اي كلام. حتى المجاميع اللي هي اللي شكلها المصري، حبيبي. ايوه كمل. حتى المجاميع المصريه او اللي بتعمل المظاهرات المصريه تحسها بتقول احنا مش موجودين بنتحرك كده زي ده الروبوتات. كتير في المسلسلات اللي هم ماشيين كده وخلاص، وتلاقي الواد عامل شوار في ثوره 19. لا هم كانوا متاكدين من الحته دي. واللي شافوا الفيلم المشهد اللي طلع في التريلر اللي احمد عز فيه بيزعق بيقول مين اللي عمل كده، بعد كده بنمشي في مظاهره. سيبك من احمد عز، بص اللي حواليه مجاميع ومتبلورين اصلا تقريبا مش ظاهرين بس بيقولوا على الرغم من ذلك بينفعلوا. والقصه تقليديه جدا اللي هي الساموراي السبع. ايوه شمس الزناتي. ماجنيفيسنت 7. زي ما انت قلت في الفيديو اللي انت عملته على البوستر ان هو الدخله كانت في البوسترات دي كانت غلط خالص. هو ده الابروتش بتاع ان هو يعمل بوستر لكيرة والجن كان 100% غلط. وبعد نص ساعه من الفيلم بتدرك ان هو غلط خالص من البدايه. والمصيبه اللي كانوا جايبين شركه اجنبيه تعمله. انا عندي الاحساس ده لان مفيش حد عنده الجرأه يكتب ان انا عملت البوستر ده. يعني حلو التمثيل حلو وكل حاجه يعني الفيلم حلو. احمد عز بيستظرف استظراف مقبول في شخصيته مقبول. يعني انا مش شايف حد ممكن يعمل شخصيه عبد القادر الجن دي غيره. وكريم عبد العزيز طبعا كريم عبد العزيز. والفيلم اوفرول يعني خطوه للامام عن الافلام المعتاده بتاعتنا. مش حرب كرموز ده بنعمل له جزء تاني اتقل لحد بقى ما بنخش في الحاجات اللي بتبدا تعديها اول مره وبعد كده يفضل يحدفها لك كتير فتتضايق. عايزين نتفادى حته البطل اللي ما بيموتش من الرصاص. دايما الاشرار ما بينشنوش حلو، يقعدوا يضربوا ما بيجيش فيه. شفنا مون نايت طبعا. لا ومون نايت كان الرصاص بيجي فيه عادي. فاستخدمنا تكنيك جديد اللي هو ده جايب ناس تتضرب له يا عم. دايما لما بيبقى في ضرب نار واحد كده بيعدي من النص ياخد الطلقه مره واثنين وثلاثه و10 لحد ما الموضوع بقى ماسخ. في السوق لما كان البوليس بيجري ورا احمد عز دايما البياعين هم اللي بياخدوا الطلقات. لما راحوا قرب النهايه كونفرونتوا المحقق لازم سفراجي معدي ياخد الطلقه. فالموضوع بقى ماسخ. ده غير طبعا ان هو في مشهد من الفيلم هم كان بينهم وبين بعض 5 متر وبيضربوا بعض بالنار ومحدش بيموت. لا الانجليز بيموتوا، ما هو الرصاص بيخبط في بعض. والله انا اقول بحاول اسلك 7 شخصيات مفيش اي حد فيهم متقدم تقديم عليها القيمه ولا واخد حقه خالص غير احمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري. احسن حاجه في الفيلم عشان ما تصحش وتقول لك انا عايز اعمل المرأة واجر المرأة والعبث ده. لا بس هي الصراحه لازم الواحد يوفي كل هي صاحت كتير. طب نعمل لها هي احسن حد في الفيلم يا راجل. طب كويس عشان يمكن تتسد شويه. احسن حد في الفيلم. وسيد رجب ادي كده اقول 3 شخصيات ونص عليهم القيمه. الباقي كله لو جابونا انا وانت نعمل الدور عادي ولا حد هيحس بفرق خالص. يعني ممكن اعمل مكان احمد مالك بفورمتي دي. اهو احمد مالك ده نفسه انا بسال انت كلفت خاطرك وجيت ليه؟ او ما يسيب الشخصيه ويمشي. يعني مش شايف ان هو الشخصيه دي متأيفه على احمد مالك. بدون احمد مالك مش هينفع نعمل اي حد حرفيا يعني اي حد خالص يعملها من الشخصيات. وبيحب واحده معاهم في الفرقه دي ما اتكلمتش، هي عامله دور اجنبي غنت بس. ماشي عامل الشخص اللي هو بتاع انا يا بنتي ده معاهم في الفرقه مطبعجي. قول لي كده هو ظهر كام مشهد في الفيلم؟ ما اعرفش انت اللي شفته. اقول لك تقريبا 4 مشاهد او حاجه واحنا في الفرقه. وفيهم واحد مغمور بيعمل دور مصارع في الفرقه. ده ظهر قد ايه واتكلم قد ايه ومين ده اصلا؟ فهي ماجنيفيسنت 7 عامله نفسها ماجنيفيسنت 7 وراميه شويه شخصيات قدامك. بيمشي الفيلم ويوصل لمرحله اللي بيحصل عندها البريك بعد ساعه ونص وبعد يعني بيقف الفيلم عندها وتقول ايه اللي حصل فيها يعني من غير ما نقول مين. واحد مراته ماتت يعني ايه الحوار. لا بيكتئب ماشي بيحب مراته خلاص بقى هو والتاني صحاب قوي ويمسكوا كده ويقول له يا ده انت صاحبي تعالى. وهم كانوا بيدبوا في بعض قبل البريك ب10 دقايق. فبص بقى هنا بدأنا في النص التاني من الفيلم انعدام البناء لاي حاجه. اتصاحبوا وبقوا حبايب. ومين دول؟ ما انت قلت هتتكلم بحرق. كريم عبد العزيز واحمد عز من غير ما اقول لك مين اللي مراته ماتت. كريم عبد العزيز واحمد بعد النص التاني اتصاحبوا وبقوا حبايب وبقوا يعني فلقتين في قصه في باروكه واحده. ليه؟ وبيجي طبعا حد من الفرقه بيخونهم من غير ما اقول مين الحد. يا انا عايز احرق بس مش عايز احرق قوي. ماشي. ليه؟ يعني جبنا هذا الشخص حبسناه وقلنا له هنديك فلوس لما تبلغ عليهم. بيطلع يبلغ عليهم فعلا. ليه؟ وخد الفلوس وبيموت في الاخر.
ما لازم يتقتل مش خاين. ما خاين. ايوه انت قدمت لي ان هو بتاع فلوس، محتاج فلوس، شرير بيتخابس، مش مثلا ايه دخل احمد عز في الفرقه فخد مكانه فحقد على احمد، ولا الهوا ولا اي هو حاجه. فجأة ده الخاين، هو اللي هيخون ده. انا شهيرة وده الخاين. ايوه بالظبط، هو ده اللي هيبهدل الدنيا. ماشي، عمل حوار الخيانه وثلاث ارباعهم اللي اتعدم واللي هرب واللي راح واللي جه. وكريم عبد العزيز بيسافر تركيا لان وشه اتحرق والناس كلها بقت عارفاه يعني، فلازم يسافر تركيا. دخلوا في ارك، احنا بنتكلم ثوره 19. ايوه يا عم مالها. ان احمد عز هيسافر له ومعاهم واحد شبهه مش شبهه، بدليل ان هو مش شبهه ان الفيلم كان كل شويه يفكرك ان هو شبهه. كريم عبد العزيز لما راحوا له تركيا بالولد ده، احنا جبنا واحد شبهك. هو طبعا شبهي بالظبط يا عم، مش شبهك مش شبهك. واحنا بقى هنخلي اللي شبهك المشاهد، انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني؟ ايه ده؟ هنخلي اللي شبهك هنا وبعد كده احنا ناخدك. طب هنعديك من المطارات ازاي؟ بلاستيك سيرجري سنه 19. هتعمل حاجه كده ايه، تغير وشك وبعد كده بقى ترجع مصر عادي تكمل المقاومه يا كيرا. وبنحصل بقى بيحصل الشوت اوت الاخير، قمه الافلام الهنديه. احمد عز وكريم عبد العزيز اتخرموا تخريم في المشهد ده لحد يعني ما قالوا يا بس، لدرجه ان الناس كانت بتضحك في المرتين في السينما، اللي هو خلاص بقى ما حد فيكم يغور في ده يا بقى. واحد فيهم بيموت والتاني بيجي يكمل، بس بعد ايه والله يعني ده لو ماشين جن ما هيستحمل كل ده. بيروح والتاني بيكمل معاه ويحصل المشهد في النهايه ان مصر اتحررت وما ماشي. بيبقى في حاجه حلوه في الفيلم ان انت بتسال نفسك مين الراوي، وفي ناس يعني بيبقى سهل بالنسبه لها الموضوع. انا اول مره ما كنتش عارف خالص مين ده لحد ما طلع في النهايه. سعيد ان هو بياخد فرص وليه اعمال او عمل هنتكلم عليه النهارده. دولة فهمي اللي هي هند صبري بتموت هي كمان باغبى طريقه ممكنه. التضحيه بتاعتها حلوه، والمشهد اللي هو لما راحت تشهد على او تطلع احمد عز من الاسم والراجل سامها زلدين ده خد باله هي جايه ليه وقال لك ازلها واصورها وانزل صورها في الجرايد، وانا يعني ايه نجح ان هو يخليني ايه متاثر وخد مني دمعه كده. طيب كانك مش مظبوط يا اتعرفت بعينك على اللي قاعد بيكتب المحضر جنب الراجل الانجليزي وعارفه ان هو واحد من عندكم في البلد. ده غير طبعا ان فضحتك بقت بجلاجل وصورتك انت وعشيك نزلت في الجرايد. صورتهم واقفين جنب بعض عادي، كانت لابسه فيه اللبس المتخلف اللي في البوستر ده، فيما عدا ذلك لابسه لبس عادي. اتبعت لها تلغراف ان امها تعبانه وبتموت وعايزه تشوفها. بالذمه قول لي احتماليه ان الموقف ده يبقى حقيقي. لا انا لازم اروح اشوف امي. ما انت رايحه يموتوكي هناك، انت صعيديه ومسيحيه صعيديه رايحه يموتوكي هناك. ايه الغباء ده؟ يعني حاجه غبيه قوي، حاجه غبيه قوي. راحت ضربوها على دماغها غارت ماتت، واحمد عز يرجع لهم بعد كده في الاخر يقول عشان هو عاشقها، كان هو عاشقها. انت قتلت احلى حاجه فينا. مين دي؟ هند صبري. اغبى حاجه فينا، انت قتلت اغبى حاجه فينا. اوفرول الفيلم طويل، النص التاني فيه بينعدم البناء تماما، مفيش اي شخصيات مهمه غير الاربعه الكبار والمحقق الانجليزي. المجاميع حلوه، اجواء في عمق في المشاهد وفي الاجواء، والانجليزي انت مصدق ان هو انجليزي. ماشي. فهو فيلم يعني رائع. البوسترات عايزه الحرق. انت هتتكلم بقى على البوسترات قبل بس ما اقول البوسترات الناس هتفهم من كلامي ان انا مش عاجبني الفيلم. انا بقول لك دخلته مرتين وكنت ممكن ادخله الثالثه. انا حبيت الفيلم بس لازم اقول مشاكل. ايوه لازم، ولو جه في اي وقت اتفرج عليه. ولا انت عايز تشوفه الثالثه؟ انت عايز تروح السينما تشوفه ثالث؟ ما هم الصراحه ما يتشافش بره السينما. يعني ما يتشافش النسخه المسروقه اللي على النت دي؟ لا انا جربت ما استحملتهاش. في تجربه الماكس، انا مش اي ماكس، لا هي ماكس، كان في كده الصوت مجسم لدرجه ان مشهد اللي شافوا الفيلم يعرفوه. في الاول خالص لما كان سيد رجب عامل بياع بطاطا، الناس تكتب في الكومنتات 100% لما فتح بقه الناس كلها قالت واحد بيستظرف من ورا بيقول ايوه البطاطا، من كتر ما الصوت مجسم. مع ضرب النار بقى لا اوعى. فانا بحبه وعاجبني، بس في مشاكل لا يمكن السكوت عنها. كنت انت بقى ايه بعد ما شفت الفيلم قمت راجع سابب 100 مله للبوسترات وقدمت تصور. طبعا هو مش ديتيلد يعني، دي حاجه مقلوبه في نص ساعه. انت عملت سكتش كده في نصايه كده، ودي حاجه مش غريبه علينا بالمناسبه، احنا عملناها قبل كده وفي مسلسلات رمضان بتتعمل. المصور يجي يظرفنا احلى صوره للممثل على خلفيه من لوكيشن الفيلم ليها دعوه بالممثل. انا بصراحه شايف ان دول احلى من الحاليين بكتير. مش عشان انا عبقري، انا خدت الصور دي من الحاليين. ايوه ما انا فاهم. الشخصيه وراها خلفيه توحي او تعبر عنها، واضاءه بقى ايه سينمائيه شويه مبالغ فيها احيانا. دي مثلا البوستر بتاع رزان مغربي تقريبا اسمها رزان مغربي، اسمها ايه رزان ايه ما اعرفش. رزان مغربي دي بتاعت برامج الحياه، دي الأورنوديل. الممثله بتاعت ما وراء الطبيعه دي هي بترسم مومياوات في المتحف المصري. ادي متحف وفيه مومياوات ورا واضاءه مبالغ في امها وريم لايت حلو وخلاص. والله بوستر مبهر ما جدا. تخترعش، مش ما فيهوش اختراع. مش هي ماجنيفيسنت 7 كل واحد جايب تخصصه، حط له حاجات شبهه. طب ايه اللي ورا هند صبري ده البار اللي هي بتقابل فيه. ليه انا استخدمت البار؟ هي طالعه مدرسه، دولة فهمي مدرسه. الصوره دي انا هحطها في فصل ازاي؟ ماسكه مسدس وعامله فيها سيده. وبعدين خلي
بالك الصوره مش مكمله، دي قصيره انا قصصها من البوستر، فحطيتها في المكان اللي هو كافيه ريش اللي هم كانوا بيتقابلوا فيه وخلاص، واقلب الدنيا. المحقق وراه مكتب، بتاع المطبعه وراه مطبعه، بتاع اللي بينظف الاسلحه وراه اسلحه، كل واحد في اللوكيشن بتاعه. يعني مثلا يعني انسب مثال بقى ده كده اللي احنا قلنا ده للسلوهات. انما للبوستر المجمع انا ما عنديش مشكله ان انت تخلي كريم عبد العزيز واحمد عز بس. طب ليه ما بصورهمش في الكافيه ريش ده؟ مش نزل تيزرات كده هم واقفين ساندين على البار كده ووراهم جنود؟ الصور دي كانت وحشه والإيديت بتاع زي الزفت. تخيل دي بقى لو اتعملت زي بوسترات رمضان اللي احنا بننتقدها، اللي هي بتبقى صوره بس كده الهايلايتس كده والايديت. هنحط مثال بوستر هندي هبعته لك انا كنت شايف ده حلو قوي. الكيرة والجن هما الاثنين كده واقفين في كافيه ريش ده ومتحوطين بجنود الانجليز وفي حركه وديناميكيه احسن بكتير من اللي بيتعمل. معلش بقى انا هختلف معاك في الحته دي. انا شايف ان الفيلم ده لا ياخد فلوتنج هيدز ولا مشهد تحت، هو البوستر كله مشهد وفي حركه. طب ايه رايك في التعديل اللي انا عملته عليه في الحلقه؟ هو التعديل على حاجه سيئه، هو بس بيخليه قريب من جو الفيلم. لكن الفينتج والبنيات والحاجات في مشاكل. انت ايه عبيت جامد. بس عجبني والله عشان الناس ما تفهمش كلام. انا بقول لك شفته مرتين. عليا الطلاق انت خدته مرتين. طيب رقم 6 مزبله السينما. انا ما بحبش مارفل بقت مزبله حاليا. مزبله بجد يعني. بيتغابوا. انت ايه يا دزنانور؟ انت ايه ده ديلك ده؟ على اساس الخنزير الابيض كريس ايفنز قال لك اللي ضد المتخنسين والناس دي قال لك ديناصورات. والله يا خنزير افرح ان انا يعني ديناصور ولا ان يستبدلوني بواحد زي سام فالكون. ايه بقى انت قلت لي انا بصراحه الالوان عجباني، الالوان حلوه ومبهجه، تحسوا النسخه الانضف من بوستر راجناروك. عارف بوستر راجناروك اللي كان فيه الدوائر؟ لا انا قلت وبعدين افتكرت راجناروك. لا ده مؤثر فيا البوستر ده كمصمم. انا ما اتفرجش على الفيلم، ما اعرفش، حاسس ده الوانه احلى من راجناروك. الوانه جايز عشان انا ما بحبش الاخضر، ممكن تحسها هاديه. الاسودات مش اسودات، الغوامق داخله على ايه، على بنفسجي كده، فدي حته مهدياه وعاجبني قوي. لا حلو الصراحه الالوان يعني انا حاببها. في بعد توظيف الفيلن على الرغم ان هو كسلان الا انه انتميديتنج كده مرعب. لا طب ما تكبروا شويه. انا فاهم انا ما شفتش الفيلم بس سمعت ان هو مهزقين الفيلن. مهزقين خالص. طب ما تكبروا، شوفوا اند جيم، شوف سانوس قد ايه كان. لا بصراحه يا عم سانوس كان اوحش حاجه في بوستر اند جيم. ده كان محطوط كده على الجنب اكنهم ناسيينه. الحجم ماشي يعني. انت جايب الفيلن اللي هو لون ابيض عامله يعني مخلي البليند مود بتاعه لايتن. لو تخيلوا لو كان محطوط ابيض بارز قوي كان هيشد الانتباه قوي. ماشي اظهروا بس شويه وكبروا. ده لو البوستر ده انا ما شفتوش في السينما مع طبقه ازاز قدامه والله ما هتاخد بالك من كريستيان بيل ده اصلا. ليه؟ لان معمول لايتن. اللايتن ده بيشيل الاسودات خالص من الصوره. الناس اللي فاهمه في اللايتن بيتعامل مع الاسود على انه رقم 1 وبيضرب اللون اللي تحتيه في 1 فيبقى شفاف الاسود. فلا هو كان ممكن يظهر احسن من كده. انما صورته انتميديت. طب وايه رايك في التكوين ان هو واقف على صخره طالعه كده؟ هو يعني يمكن ده من عيوب التصميم اللي هو انتوا واقفين على ايه؟ بنخلق لكم منصه وخلاص. ايوه وستاتيك. البوزات بتاعتهم ستاتيك ما فيهاش حركه. حتى فالكري اللي هي على الحصان برضه ستاتيك ثابته عامله كده. فالبوستر هو ما فيهوش حركه، هي ناس بتتظاهر بالحركه. انما في تفاصيل حلوه زي مثلا البتاع اللي بيجرها المعزتين دول. معزتين ليه معزتين؟ السفينه وورا البرتقاني مع الازرق مع البنفسجي مع لمحات الاخضر. الوحش ده انا ما اعرفش اسمه ايه. كرج. ليه ساقط كده؟ ما تطلعه فوق. يعني انا لان هو عملاق اصلا. طلعه فوق شويه، ده ساقط خالص وفي مساحه فوقيه مش مستغلها بحاجه عليها القيمه يعني. والشلالات فانا يعني والكتابه الفينتج دي بتاعت الثمانينات. ففي المجمل البوستر حلو. الفيلم زباله. الفيلم مزبله يعني انت مش محتاج تشوف عشان تقول ان الفيلم ده هو فيلم دكتور سترينج مزابل. ومارفل عموما بقت مزبله دلوقتي. طيب بص يا سيدي، انا خطه مازنجر ده لفت انتباهي لسببين. السبب الاول ان لا الفكره كويسه، اتفقنا واختلفنا هي معموله حلوه ولا لا، بس الفكره كويسه. في واحد فكر يا جماعه، في واحد قال لك ان انا ما اجيبش الممثلين واحطهم جنب بعض، ده انا احطهم على انهم اكشن فيجرز العاب في علبه وبتاع. بغض النظر ان الفكره مش جديده، يعني الفكره انا شفتها في حمله اعلانيه كان فريق عمل كده ومتعلقين على رف وكل واحد فيهم طالع من العلبه وعاملين افكت البلاستيك ده لسه هنتكلم عليه قدام. وبوستر مسلسل او مش عارف فيلم بتاع دنيا سمير غانم اسمه عالم موازي. عالم موازي. هي كانت معموله وحش في عالم موازي بس هي كانت عامله كده وعلبه فيها العاب تحتيها. فالفكره مش جديده بس الشهاده لله معموله هنا بشكل حلو نظيف. في واحد فكر، في واحد يعني حتى في التايبوجرافي اللي هو بسيط بس حلو كويس. دي اول حاجه لفتت انتباهي. الحاجه الثانيه اللي لفتت انتباهي ان انا لقيت البروجكت بتاعه على بيهانس وبصيت في التعليقات اللي عليه حلو بصراحه. واللي عامله عارف ينسق ازاي بروجكت. واحد كاتب له في التعليقات مستنى اشوف ده مش هيعجب الواد بتاع الافيش ليه عشان مش عارف اعمل وساب. يعني انت هتتعب نفسك وتكتب تعليق؟ طب ما تقول اللي عامله كلمه حلوه، قول له احسن، تقول له الفكره ايه. مش فاهم يعني. لازم الروشنه يعني. هتنبسط لو طلعتك على المسرح وجعلت منك لا شيء دلوقتي يعني. الناس برضو ايه انضج يلا شوف لك حياه. هقول تعليقات سريعه. قول تعليقات سريعه ولو عايز وهتمشي على السلوهات برضو.
برضو. ماشي حلو زي ما هو قال الفكره وكل حاجه. واضح طبعا ان العلبه موك اب، ويا سلام لو هو اللي عاملها حاجه تحسب له. حابب برضو فكره ان احنا اجبرنا الممثلين او ركبنا ان هم يقفوا في بوزات اشبه بالالعاب، مش محطوطين كده وخلاص. عاجبني فكره كمان ان كل لعبه معاها اكسسوارات خاصه بشخصيتها بلون مميز. انا شفت اكشن فيجرز من اللي بتتباع وبيخلوا الاكسسوارز دي كلها لون واحد. ينقصوا بس حاجتين، يزود شويه في البعد، لان انا حاسس ان هم استيكرات شويه مش 100%، حاسس ان هم استيكرات على بعض، مش حاسس بالعمق بتاعهم. النقطه الثانيه، الفونت اللي مكتوب بيه اسماء الممثلين رفيع قوي، في بعضهم مش باين زي ياسمين رئيس لان هو رفيع جدا. اخر حاجه بقى ده تاتش ب3 مليم يرفع البوستر ده فوق، مش عارف ما عملوش ليه. فلتر جاليري بلاستيك راب عشان ادي احساس ان الشخصيه البلاستيك يعني محطوط عليها بالظبط، فعامل حواليها انحناءات البلاستيك دي. حاجه سهله جدا وصغيره جدا، مش عارف ما اتعملتش ليه. خلينا نعملها، انا هعملها ونعملها على السولو. على السولو عشان تبقى اوضح. انا بقى مش فاهم باي منطق نعمل بوستر زي ده لفيلم بتاع حمدي المرغني. الفيلم ده انت لو شفت التريلر، شفت جزء منه يا وجع البطن. انا بقى شفت الفيلم ده غسيل اموال ده ولا ايه مش فاهم. حمدي المرغني وياسمين الرئيس من بعد فتاة المصنع كل اختياراتها سيئه. بس انا شهير انا الخائن كان كويس. لا شهير انا الخائن ده كان مسلسل الساعه 7 اللي هو الامهات والزوجات هيقعدوا له كده فسيبك يعني. كل الاختيارات سيئه، افلام ملهاش لازمه زي بلاش تبوسني، وبعد كده مسلسل كليب مع اسمه حسن شاكوش، ومسلسل ملوك الجدعنه، اختيارات كلها رديئه. وحمدي المرغني تحلل فنيا ببطل فيلم، يعني كان طالع في فيلم بحبك كوميك ريليف دمه تقيل، ما بالك لما يبقى بطل بقى. فلو انا مستخسر البوستر ده في الفيلم بصراحه. الليله واللي فيها الفونت قديم، بترجعنا ايام لما كان في التلفزيون المصري بيعملوا كتابه واحده لكوميدي ودرامي وكله حاجه، فوحشه قوي. مش لايقه الفونت، مش لايق على اجواء الفيلم اللي هو المسلسل اللي هو ايه، ثريلر بالثاء. ده منديل تقريبا، هو الخلفيه منديل وورد نبيتي دبلان وهم واقفين. طب ما بلند اف يعني ايه، يخليهم على الاقل يحسسني ان هم ايه، رسمه على المنديل، انما ايه ده موجودين كده وفيد من تحت. وطبعا حبيبنا ابو يوسف تعرفني انا ما بسمعش راب، فكان وجوده يعني قلت اكيد بقى جاي يضيف حاجه. بعد اول 10 دقايق من المسلسل، هشام سليم من فيلم الناظر. يا جماعه الشيء ده كل ما بيفتح بقه بينرفزني. يعني قبل ما مع الاحترام للفانز عشان هيقطعونا، كان لازم انبهك لان ده ليه عبيد اوسخ من عبيد الدحيح. انا قلت يعني كان نفسي انبهك، بس انت اتكنسلت. بص اللي عايز العركه دي يجي لي على قناتي تحت في الكومنتات مع بعضينا. البوستر شغل رخيص، عارف، شغل رخيص. صور ممسوحه اي كلام ومحطوطين ورا بعض اي كلام، اختيار الوان اي كلام، اختيار خلفيه اي كلام، نسبه اتصال بقصه المسلسل اي كلام، رمزيات صفر، كل حاجه يعني المسلسل ده المجهود اللي محطوط في التترات اضعاف المجهود اللي اتحط في البوستر والمجهود اللي عمله ابو يوسف عشان يمثل مع بعض. اما المسلسل بعد الحلقه الرابعه اللي نزلت بين ولا الخامسه اللي هو جمله واحده بقولها: اما انتوا يا اغنياء عليكم نجاسه، اللي نفسها تتضرب وعندها فتش ضرب واللي بيحضن مرات اخوه. ايه النجاسه دي؟ انتوا عايشين فين يا جماعه؟ وكل الانسان ما زادت الفلوس معاه بقى دايوس للدرجه دي يعني، او بقى قذر ووسخ للدرجه دي. ابو يوسف نيله في الحلقات الاولانيه، بس بصراحه اخر حلقه حسيت ان بدا يجتهد. انا اكتر جزء عجبني لابو يوسف لما كان ميت. لعبه حلو قوي والله. بص هو كان جاي المسلسل يمثل شخصيته، كان ناقص بقى وكتب لها على ظهرها بتاعتي، وكان ناقص يقول بقى ايه اللي هو خلصنا لبست لي الجزمه ورنشت لي وكرمشت لها 200 جنيه وقلت لها الواد مش ابني. دي حته من الاغنيه بتاعته. لا فعلا كده بومر. المهم بيحاول يجتهد، بس بصراحه ويجز في بيمبو افضل. ويجز في بيمبو افضل بكتير. بس ماشي بيحاول يجتهد. حاجه طرفه ان كل المشاهد ليه وهو واقع في عامل كده، معملها رائع. اللي بيعمل كفرات الاغاني بتاعته كادر الابيس عامل كده ومحطه في مربع عين بيضه. لا اكسات العين اللي هو الشعار بتاعه، اوتر جلول اي حاجه ويكتب كفر ارتور. دي صوره مريبه جدا بصراحه. كنت بشوف حاجات شبهها زمان في مواقع معينه كده، يعني واحد بطلها من اعداديه يعني حاجه. في بوستر تاني مش معانا، مش هنحطه. اعمل لها كده ده يعني قاعد على ركبتها وبصه لفوق وواحد واقف قدامها. ايه حاجه غريبه جدا. بس والله بدات احترم ابو يوسف في النهايه. ما هو مش عمل ايه يعني، حسيت ان هو لما فاق بدا يجتهد. هو تقريبا كان ايه طول الحلقات مأفور اصلا في الحقيقه، فهو لما نام شويه في الحمام فاق. فاق. وبعدين تخيل ابو يوسف كان كان هيقتل بالفوطه سماح انور وساعد زينه عشان يشيلوا جثه علاء. ده احلام العصر بجد. ما دي بقى في حته المسلسل بقى. انا ماشي، انا معاك. شدتني قوي بحته الفتش دي.
او الحيحانين عموما، وبعد كده ايه ده بقى اللي هيحصل، وشافت الجثه صحيت الجثه كان مقافر بس ما كلفتش خاطرها تعمل كده على رقبته تشوفه حي ولا لا. يعني بس بصراحه عجبني في المسلسل ده ان هم قفلات الحلقات تشوقك أنا قوي، مش تخليك قاعد ترفرش كل شويه على الحلقه. هو حلو ما عدا حته اللي هو ايه ده، ايه واحد نام ايه ظهر اختفي ايه علاء مرسي هيصحى وكمان يطلع جرح سطحي مش بعيد. عايز اقول انا السيجمنت بتاع عن مسلسل منعطف خطر بما انك ما شفتوش، هو مسلسل نضيف حلو كده، منتج ينفع تتفرج عليه، 15 حلقه، اخراج فوق النمره 1، سينماتوجرافي بقى، ضاءه، الوان، كونتراست، يعني رائعه في كل حاجه، والاخراج حلو. المسلسل نفسه عباره عن كليشيه كبير، الفكره كليشيه، الحبكه كليشيه، الشخصيات كليشيه، لدرجه ان انت في جمل بتتوقع ان ده دلوقتي هيقول كذا. الظابط راجل يعني الظابط دلوقتي لازم يقول احنا هنعيش في غابه ولا ايه من غير قانون ولا مش عارف ايه. الظابط اللي عنده مشكله مع بنته بسبب الشغل، اللي هي من ايام شجيع السيما، من ايام ياسر جلال في شجيع السيما، يا مطلق يا ارمل مطلق، يا سلام، حبك جريمه قتل، وكل الواحد اللي هتفتكر ان هو ده اللي قتلها مش هو. الكليشيه لدرجه اللي هو باسل الخياط عامل ظابط، انا ظابط انا ظابط على فكره، لو حتى كليشيه في الصوت، انا ظابط مش مصدق، طب اهو شنب اهو انا ظابط هلبس اسود طول المسلسل، ما غيروش. بس الخياط طول المسلسل ما غيرش لبسه، قلع البلطو، غسل ايده، لبس البلطو بيفكرني بكرتون الفسحه اللي هو كان الانيميتورز مش هيقعد يرسم لبس لكل لا هي والفسحه بس كل الكرتونات اللي هو نفسين لابس، هو بلطو اسود شنب بلاطي، كل حاجه ماشي حلو. من كتر ما هو كليشيه، ومن كتر ما المخرج او ايا كان اللي كان مسؤول عن حاجه زي بيحاول يجيب التويست، الحلقه السادسه بتبقى عارف مين اللي قتل، خلص بقى الموضوع، وبتتفرج لان الموضوع مبهر حلو، في كادرات كده حلوه قوي، لحد ما بنعرف مين اللي قتل قفل مسلسلك على كده، لا عايزين جزء تاني ولا عايزين جزء تاني. بيقرروا ان هم في النص التاني من الحلقه او في الحلقه الاخيره يعملوا تويست في التويست، ويقول لك انك مش هو ده اللي قتل، لكن كان موجود ساعه القتل وكان معاه واحد تاني، الواحد التاني ده انت ما شكتش فيه من اول المسلسل. عند اللحظه دي تحس ان هو ايه، ماشوا المسلسل حلو، بعد كده وقفوا كده صف جنب بعض، لف تبول بقى على اللي انت عامله فعلا. باظ المسلسل، 90% من الاحداث بقت غبيه جدا ملهاش لازمه، في نهايه مفتوحه لجزء تاني ملوش اي قيمه، نهايه تصيبك بالشلل، تصيبك بالضجر ان انت ضيعت وقتك في المسلسل ده كله. بس الحق يتقال، الاخراج كده، والسدير مسعود، او اتمنى اكون بقول اسمه صح، اديله 5 سنين هيبقى من احسن المخرجين العرب ان لم يكن احسن. ما شاء الله في ايه وانا بديك يا ابني، فرحان بيه بصراحه، ممتاز. بس طبعا حكايه الكونتراست في الكادرات بتأفور، يعني هو ايه، دايما في اي كادر في اضاءه حمراء واضاءه زرقاء، واقفين في جراج في اضاءه حمراء، فيل احمر، وهايلايتس زرقاء كده من على القفا ومن على الحتت دي، واقفين في اي حته ماشي. الكونتراست ساعات بيبقى مطلوب في الكادر، لحد ما شفت كادر والله العظيم ما في حمام في الدنيا شفاطه وراه لمبه نيون صفرا، وفي نفس الوقت بلاط الحمام تركواز، فمشبط كونتراست، يعني في كونتراست في الكادر بقى ايه، بس الخياط بيغسل ايده فما اعرفش فين، يعني احنا محتاجين كونتراست هنا ليه؟ وبس الخياط لا انت مقتنع ان دمه، ولا هو مش شبه المصريين خالص، مش شبههم خالص، فما تقوليش ان دمه وده ابوه، في علاقه بينه وبين ابوه ملهاش اي لازمه وملهاش اي قيمه ومش مؤثره، علاقه بينه وبين بنته عندها ايه؟ استنى ADHD، ومين اللي بتمثلها؟ ما تقوليش نفس البنت بتاعت خلي بالك من زيزي، اللي هي شيراز. شيراز زي ما محي اسماعيل خد توكيل الصرع، ايوه واضح انها تاخد البنت دي ADHD، هيجي لها ADHD من كتر ما مثلت ADHD. انا عايز اقابل اللي خد القرار ده، اللي خد القرار في يعني في تبويظ المسلسل عشان اسلم عليه ان ده شبهي. اللي هي القرارات الغلط دي بتحتاج يعني اقوى الارادات، لازم يبقى عندك اراده تاخد القرار الغلط، تتبول على ماذا صنعت. فده منعطف خطر يعني. تسليم اهالي، وانا عايز اقول حاجه على تسليم اهالي، لان انا بصراحه الفيلم يعني بمستوى الكوميديا اللي بيصنف ناس زي احمد فهمي واكرم حسني على انهم نجوم كوميديا، فاي حاجه هتضحك هتبقى حلوه يعني. بطل العالم كان اسمه ايه؟ حامل اللقب ماشي، ضحكت فيه. تسليم اهالي لطيف ودمه خفيف وفي بعض الاحيان بتضحك، لكن البوستر رخيص، والتريلر رخيص، اللي هو ده فيلم ظلموا بوستر ايه ده، والتريلر برضه يا عم خلاص عرفت، ظلموا التريلر برضه يا عم عرفنا. انا عمال اتفرج ده يعني ايه ده نونا المأذونة رمضان 2012 باين، شغل رخيص وشغل قديم. وبص كلمه تسليم اهالي بفونت اي كلام وعليه بيفل والنقط كلبشات يا سلام، على اساس يعني ان بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز بيبقوا مجرمين، بيكتشفوا ان هم سيريال كيلرز. انا متخيل المصمم اللي عمل بوستر ده وهو قاعد ده انا مصمم ايه الافكار دي، وانعكاس لك ايه ده، ايه الشغل ده يا جماعه؟ فين الافيه اللي في بوستر كوميدي؟ فين الحاجه الافيه الجميل؟ احنا بقينا بنستسهل بوستر كوميدي، خلفيه ملونه سوليد،
وسبوت ابيض وراه كده. ايوه ايه بس على الاقل في بعض المرات بتبقى الصور حلوه، الصور وحشه، ايديت وحش، وضعيات وحشه، ايه صور زفت. وايه ده بقى يعني تخريم الرصاص جايب اللي هو ايه بولت هول دوت بي ان جي. طب ما تدمجها مع الخلفيه، يعني لو حزقاك قوي ادمجها مع الخلفيه. ده غير طبعا الناس اللي ماسكه مسدسات، ده ستوك من ديبوزيت فوتوز، ومسدسات لعبه اصلا، وتقريبا خلصت منه الكريدتس، فهو نزل صورتين بس وكررهم. الايد ام ساعه فوق وبترد عليها واحده بساعه، مش هناخد بالنا احنا يعني كده، اللي هي زي الفكره بتاعت جون ويك اللي هو واقف في النص ومتصوبه ناحيته. مش عاملها صح، مش عاملها حلوه اصلا. ولا التشويقي ايه ده؟ فين البعد؟ فين العمق؟ صورتين ستيكر متلزقين في وش بعض، وبعدين غريب فعلا، وضع غريب. وهي سيد نو ماشي فيها فكره اللي هو يعني العروسه وبترايحه لعريسها والفيرست لوك والمحن ده. طب انا عشان ما احسش ان هم بيضربينها فرنش اعمل ليفلز طيب، ولا اعمل اي حاجه. ايوه وبعدين كان المفروض بقى يتعمل حمله اعلانيه وينزل حاجه زي دي، مش عارفين مين الممثلين اصلا. شغل رخيص قوي، شغل رخيص ما تفهمش ايه ضر الفيلم جامد. مش عارف اعمال دنيا سمير غانم ليه بتاخد الاتجاه ده في الدعايه والاعلان. برضو المسلسل اللي ما اتعرضش ده كان زفت، كان البوستر وحش. يا ايه يا رزنامه دي اينما انتجت كانت البوسترات زفت كده. مش عارف، حتى برضو في بيتنا روبوت برضو بتاع رزنامه ده. الدعوه عامه يعني باختصار، محمد عبد الرحمن امه سوسن بدر هو شخص مستهتر ومش لاقي عليه الدور بصراحه. يعني الكاستنج في الفيلم ده اسوأ حاجه، اسوأ 3 تختارهم في الادوار دي. محمد عبد الرحمن، احمد الفيشاوي اللي كتب شهاده وفاته من زمان يعني، واسماء ابو اليزيد. فهي بتدعي عليه عشان هو مستهتر، فالدعوه بتعم اي حد بيتعامل معاه. هم السبب يعني اللامعقوليزم بيبقوا معاه، طريقهم بيبقى واحد، اللعنه بتصيبهم اللعنه. استعرضنا اللعنه باسوأ شكل ممكن. فالبوسترات الافيه او الكليشيه المكرر، ناس راكبه عجله او عربيه وبيصرخوا كوميديا. ماشي هقول ان بصراحه في افيه ليه علاقه بالموتوسيكل في المسلسل، فشكرا ان هو عمله. في افيه ليه علاقه بعربيه بعلبه البيتزا والريسيد اللي طاير والحمامه. كل دي حاجات ليها علاقه، فكويس ان هو حاطط الرموز دي مرتبطه بالفيلم. وحيد القرن برضو كان ملوش لازمه في الفيلم وملوش لازمه في البوست، والموشن على الموتوسيكل اي كلام. الفلير اللي طالع من الفوانيس اي كلام، تنفيذ بربع جنيه. اما التاني ده لما تجيب واحد مبتدئ فوتوشوب بتقول له اعمل بوستر فيلم، اديني في الملحمي بقى، ده نفس تقريبا تصميم وشغل اللعبه الجزء الثاني. انفجارات ونيازك وكواكب متوهجه، انت كده عامل حاجه يعني ايه، حاجه سينمائيه. لا هو عايز يقول لك ايه، السما هتمطر عليهم، في بلاوي بتحصل، العالم بيبوظ، تنفيذها وحش قوي. وغير ان التنفيذ وحش، ده ايه علاقه امه بالفيلم؟ ايه علاقه ده بالفيلم؟ الفيلم لا فيه نيزك ولا فيه اي حاجه، رابل بس اللي هو الطوب والركام من على النت. سكاي مترويد ولا متيور دي لعبه وخلاص. ايه العلاقه؟ ده حتى لو كتبت انت متيور PNG هي الصوره دي اللي هتطلع، مش حاجه تانية. انا استخدمتها كتير يعني، الموضوع استغرقني ثانيه عشان اعرفها. وبعدين بيجروا ازاي؟ ده هم واقفين على رابل، يعني بوز اسمها ايه؟ اسمها ابو اليزيد بتجري واحمد الفيشاوي بيقع ومحمد عبد الرحمن واقف عامل كده. ايه ده؟ لا شغل سيء ومش مرتبط، تحسه فان ارت مش مرتبط بالفيلم. هو الفيلم بصراحه اسوأ ما فيه الكاستنج. طيب 11 جدران مش فاكر ده والله كان فيلم ولا مسلسل. انا ما بحبش في اعمال الرعب البرطشه دي، اللي هو 60 مليون تكستشر تشققات وشبك عنكبوت فوق بعض فوق بعض فوق بعض فوق بعض فوق بعض، ودم وحش، والدم فين. بس ومع ذلك انا عاجبني. ماشي، انا مش يعني، انت لو هتتكلم منطقيا فوش دره استحاله يبقى بالسكيل ده في المرايه. مفيش سكيل طبيعي وش حد بالنسبه للمرايه. بس اوفرول شكله ليجيت. احنا عملنا عملين كده سود كان بوستراتهم زباله، ريما باين وبعد قبل ال 40. لا فده مقارنه هو ده مقارنه بيهم. والتايبوجرافي فوق الرائع بين الالوان حلو. التايبوجرافي فوق الرائع، بس يفتقر كتير جدا بقى من عوامل الجذب والنقطه البيع وحكايه القصه. بيفتقر حاجات كتير انا شخصيا ما بفضلوش، مع كامل الاحترام للشغل اللي اتعمل فيه. يعني ممكن اقول لك ان هي صوره من المسلسل للمرايه وشويه افكتات عليها وخلاص. يمكن ده ليه مغزى في المسلسل. خلينا نشوفه الاول. مش عارف، خلينا نشوفه الاول البيت بيتي مسلسل رعب كوميدي. انا ما شفتوش. انا شفت تقريبا، شفت حد على بيهانس كان هو تقريبا اللي مصمم اللوجو او التايبوجرافي. كان عامل له تصور اللي هو ايه بقى، لوجو في برنامج البيت بيتك. ايوه اترفض ده، مش فاهم ليه، مع ان دي فيها افيه فعلا. يمكن معاهم حق ان هو لما اتحط على البوستر بقى عارف اوف توبيك. مش رعب، ده رعب كوميدي. انا شايف ان هو لايق على حلو، والاضاءات حلوه، بس طبعا الاضاءات اللي موجوده اللي في الصور يعني قصدك الاضاءه اللي كانوا حاطينها هم بيصوروا دي تمام. اصل مفيش اي وسيله ان انت تخربها بيها حتى لو انت قاصد، انما لما انت تحاول بقى تعمل اضاءه
كده. يعني المشكاه المصباح اللي ماسكه كريم محمود عبد العزيز ده عصير مانجا، هو ده مصباح يا عم الابيضات، النور فيه ابيض. النور بيبقى عباره عن بقره بيضه، بقره، كور، نواه بيضه، واللون وبعد كده تطلع اللون بيتدرج، انما مش درجه واحده كده. أيوة. وده طبعا نفس ايه، احنا استعارنا من الهنود في بوستراتهم الريتاتش البلاستيكي والملامح اللائم يعني ايه برعايه جونسون اند جونسون. أيوة. بيبي جوي سعاده تدوم طول اليوم. فهو ايه، هتلاحظ ان هو اللعبه، هو جحيم في الهند، ليله هنا وسرور، اسمه ايه بتاع نوتردام بتاع احمد. لا ده اللي شبه احدى بنوتردام. انا قصدي نفس الايه، الملامح البلاستيك، الزيت اللي هو ايه التلييط، فهو نفس الشغل ونفس الطريقه. جمبوم وبمبم ده بيفكرني بجمبوم. طب وليه الدعوه عامه؟ بمبوم وجمجم ايه الدعوه؟ والدعوه عامه اللي احنا لسه مكلمين. لا بس في حاله جمجوم وبمبم لان هو برده كان رعب كوميدي، لما نعمل نفس الشغل بنفس النمط بنفس الستايل بتحس ان هو مسلسل واحد، احنا بنروح لنفس الشخص. طب هنعمل يعني ده بقى بيفكرني باحدى بنوتردام، احمد نوتردام. وبص يعني الكشاف اللي ماسكه هو تقريبا مش ماسك كشاف، هو ماسك بتاعه، يا زي بتاعه الليزر اللي هي القديمه دي. الاضاءه بتقول انا فيك. ادخل شاتر ستوك اكتب ايه لينس فلير اوفرلاي او بلاك باك جراوند، نزلها خليها سكرين خلاص. تعالى بقى فقره وجع البطن. معانا اسافل البوسترات اللي نزلت الفتره اللي فاتت. هو بعيد عن البوستر، انا مش مصدق ان ده فيلم حقيقي، ومعرفش ليه في صفحه السبك كاتبين حرب كرموز الجزء الثاني ده سبوف يعني، ده تقريبا إيه؟ افيه منهم لان باين ان هو كوميدي. ايوه ودي اي نعم مستخدم صوره سكوت اتكنز من حرب كرموز، بس اللي عندنا ما سبكيه في بعض بقى. ايوه ايه القرف ده؟ معلش يا جماعه، بس البوسترات اللي جايه دي هتاخد اقذر الالفاظ مننا، معلش. ايوه ايه ده؟ ايه ولا ده؟ كتابه 3 دي على الميه، شغل المعجزات ده مش فاهم ايه دماغهم. وانفجار كنتاكي، فراخ كريسبي، وطالع فيها شيماء سيف ونسب في 60 داهيه، ريتاتش في 70 خراره. لا والصور اللي ورا بقى، خلفيه في المزابل، ده ايه مجاميع اللي هم المصريين اللي عاملين نفسهم انجليز. أيوة. انا لسه كيرة والجن بقى لابسين لبس الجيش الانجليزي بتاع الحرب العالميه الثانيه اللي هو الكاكي ده، وبعدين التانيين اللي المفروض دول نازيين مع ان شكلهم اسيويين. انفجار ب4 مليم ورا، دي تقريبا صوره مصورينها بايفون في الكواليس. ده لو منها اصلا. سما زرقاء كرتونيه ولبس مصايف، ومع سكوت اتكنز اللي بيزعق. سكوت اتكنز ده المصريين بيتعاملوا معاه على انه نجم، ده ولا شيء. خش لي بقى على الطيارات اللي فوق بقى والكفران اللي فوق، يا سلام عليه. طيارتين انا ما اعرفش دي من ايه، المهم ان انا اجيب 2 عكس بعض، واحده بني مع الناس وواحده ايه بيضه مع الانجليز، ومعلق عالم بريطانيا هنا باسوا طريقه ممكنه، والعالم النازي هناك باعبط طريقه ممكنه. وراح كتب على جوجل، كتب اللي هو بوليت PNG، جاب له اول واحده اللي حد يكتب ورانا هيلاقي الحاجات دي. خد اول رصاصه وعملها ان هي كبيره. طب ما انا لو حطيت الرصاصه من فوق مش هتبان، فقام متعامل مع الرصاصه ان هي قذيفه. في طيارات ما بتشيلش قذائف اصلا، دي طيارات بتضرب نار بس او تطير، مش طياره بتنزل قذيفه، والقذيفه عباره عن رصاصه فيها موشن. فحاجه يعني ايه اي حاجه. استنى خدت بالي من حاجه. ايه ده؟ كل طياره منزله قذائف على الجنود بتوعها. يعني ايه اللي انت قصدك ايه في حاجه؟ النازي بيموت النازيين والبريطانيين بيموتوا البريطانيين. يا راجل اذا كان الممثلين طالعين من الانفجار ده انفنسبلز كلهم. بص احنا خدناه بجد قوي. انت احنا صح بنتعامل مع ده ان هو بوستر فعلا. فضل ونعم. بص طيب انا شفت التريلر وده المفروض فيلم كوميدي، فالمفروض التريلر يضحكني عشان ادفع فلوس. انا التريلر خلاني نفسي في سيف كتانه كده دبه في قلبي وانتهي من الحياه دي للابد. للاسف ما شفتوش، بس هبقى اشوفه بعد ما نخلص. وما اعرفش هو يعني البوستر ده ناجح بالمناسبه، لان انا واثق ان هم طلبوا منهم حاجتين، يا كان مطلوب ان انت تعمل بوستر وحش فهو نجح انه يعمل بوستر وحش، يا اما كان مطلوب ان انت تعمل بوستر على قدر كوميديا ايمن وطار اللي مؤلف الفيلم. ايمن وطار، عارف ايمن وطار والله. ايمن وطار البرنامج ماشي لما كان بيلعب دور الروليت. هو عمل برنامج لوحده، حاجه شبه ايمن يقدمه اشرف باين. اشرف يقدمه، لسه بيجاب يكتب تاني. بس انا احيانا بستمتع بحاجات هو بيكتب يعني ايه. فهم تقريبا ده بوستر على قد موهبته. انا هقول حاجه دلوقتي بس ايه، هم طلبوا منه ادي الصور هي اعمل لنا بوستر، غالبا اللي عامله ده مصور لا يستحق مصمم، فقال لهم بصوا كده ايه رايكم، قاموا قايلين له فضل ونعمه وعملوا كده. ده الجزء الثاني بقى يعني، ده فضل ونعمه. عارف الناس بتعمل كده معرفش ايه كده وينزل بقى مفيش من كتف يا علاء ولا هو ايه شغل اللي هو اختصام الافلام المصريه يبوس في الرقبه. لا ويحكوا خدودهم في خدود ما علينا. بس الصور حلوه، في لسعه صفرة كده اهو، بنطلع اي حاجه مفيش حاجه. ولما حب يعمل هيز يغمق من تحت عشان هنا ده راجل فاهم ان ما ينفعش الكتابه تتداخل مع البيجامات بتاعتهم، قام عامله هيز محمر عشان ما يكسرش الاصفرات، لو عمله اسود هيبقى مجرب، حتى لو خليته مالتي بلاي هيبقى مجرب، فيحسب له الصراحه. والبوستر فضل
قلت لك ايه، قلنا احنا ايه في تسليم اهالي، الكوميديا كلها في البوسترات المصريه بقت حاجه خلفيه لون واحد وسبوت. هنا بقى ايه قال لك اجدد، اشيل السبوت واحط ايه تكستشر كده ايه جرانج. حاجه كده ايه حيطه معموله جير. بس والله لو صور تسليم اهالي حلوه زي دي هيبقى معدي. معلش ده راي يختلف معايا بقى. ولا مهتم اصلا. الثمانية يعني انا بصراحه المسلسل ما شدنيش ان انا اكمل بعد حلقه. هو مختلف عن البوسترات بتاعتنا في حاجه، ما بنستخدمش احنا قوي فكره اللوجو اللي معمول له اوفرلاي في الخلفيه ده. ايه ده صح، ايه معناه الرمز الايقونه، ايه معناه برضه انجما كود ده شغال، ايه معناه. انما صور زفت، بس ده المصمم مش ذنبه ان مفيش ماتيريال كلها سكرين شوتس. وفي بعض الناس الموضوع غبه منه زي محمد ممدوح. هو ده محمد ممدوح اصلا؟ انت ما كنتش عارف؟ مش ده الراجل مش اللام بتاع الكاوتش؟ مش اللام بتاع الكاوتش. ده محمد ممدوح باي منطق. انت ليه عامل الريتاتش كده يعني، لاير فيل هارد لايت وعمال تبقى تقلوص في الملامح ليه؟ والمساحات كلها ضايعه فاضيه. دي ريم مصطفى كمان. وادينا يابا احلى فيد شريف، احلى فيد من تحت، سواد طالعين كده على البحر طالع عليهم ومساحات هادر، وايه ده سواد. بص كتف خالد الصاوي ممسوح كده لو مفيش كتف، وطبعا سواد غريب بينه وبين آسر ياسين. يلا مش مشكله. طب انت ليه كاتم محمد ممدوح ومحمد علاء؟ ليه ملزقهم في ما توسع على نفسك، ما البوستر فاضي من كتر العناصر يعني اللي عندك. لا انا عارف ده مش محمد ممدوح. امال مين ده؟ لو عايل تايه يا ولاد الحلال. عايل تايه. ولا وحتى بص الثمانية يا جدعان، فونت الرقعه في الفوتوشوب ساعات بيفرق الحروف عن بعض. الكيرلينج الثمانية قلل المسافه، مفيش مسافه بين يا لهوي. بحبك شرطه بحبك. بوستر نون باينري اللي هو يرفض تعريف نفسه على انه بوستر ذكر او انثى. يا اخي يخرب بيت ما وراء الطبيعه اللي دخلهم يضربوا في كتابه الدم اللي هي بالجيل الفراوله دي يعني. مش دم، هو يعني فرشه تقيله كده. ومعموله وحش هنا بالمناسبه. هنا معموله بشكل سافل. ما وراء الطبيعه احسن حاجه اتعملت ما وراء الطبيعه ثم كيرة والجن، لان تحس ان هم احنا عاملينها حرفيا، انما ده واخد الفرشه وعمال ايه يرسم البروفايل بتاع الفرشه كده ايه. بص انا كنت هدمر البوستر ده لحد ما بصيت لحقيقه واضحه. يعني ده فيلم اسمه بحبك، تاليف وانتاج واخراج وبطوله تامر حسني، مذيع ومونتير ومخرج وتقرير قناه الفراعين. وبطوله نسائيه الهاهتين هنا الزاهد وهدى المفتي. ده اساميهم مش بنهاها عليهم طبعا. والكوميك ريليف مدحت تيخه وحمدي المرغني. بالذمه ده فيلم تعمل له بوستر باي شكل؟ طب انا شفت الفيلم ده وهفرمه دلوقتي، بس اصبر هيعمل ايه؟ اي حاجه. ايه ده؟ بس كان معمول غلطه في البوستر بتاع هنا الزاهد، الشعر اكستنشن الشعر. لا مش اكستنشن، هو ايه، هو واضح ان هو عنده صورتين، واحده الجسم فيها مظبوط والوش لا، والتانيه الوش والجسم لا، فقال لك اركبهم على بعض، نسي يمسح الشعر عليه. الشعر بخلف. ايه ده مستوى جديد من الوضاعه التصميميه. نيولو اخيرا بقى. لا ده غسيل اموال رسمي. ايه يا عم بالله عليك قبل ما تبص على البوستر اخويا بالله عليك بص على النجوم. بص البريمه دنيا البريمه لحمه بتاعت البوستر ويزو. تخيل اسمها ايه في المسلسل اي نيله. ده غسيل اموال. ده محل جزم في محطه الرمل. اسمها ليدي كاكا. موت من الضحك. انا عايز افوق يا طرق من الضحك. لحمك بيتحلل دلوقتي من حلاوه الإف. بص معاها مين؟ خالد عليش. لطيف. اخر حاجه كانت لطيفه هي ربع مشكل. اللي في النص ده مش عارف اسمه مصطفى السباعي. مش بطل. هو حلو يعني، انا عجبني قوي في راس الغول. مش بطل، هو سايد كيك. بس ايوه كان عامل فيلم بقى بطولته مع احمد سعد. لا كان واحد فيهم طيب واحد شرير باين. ما ينفعش. حسني شتا احسن ممثل في السينما المصريه يبرق. كان طالع في مسلسل ملوك الجدعانه باين. لا مش ملوك الجدعانه، كان بتاع احمد رزق في يوم وليله. خد بالك انا بقول لك اسمع يا استاذ انا مش هحلك. فهو بيتكلم كده، عنده امكانيات بس برضه ما يطلعش في الفيلم، لان هو تقريبا هو ما يطلعش بطل. هو شكله مش بطل. ده طفل تقريبا ابن المنتج. الحركه دي بيعملوها كتير في استدعاء ولي عمرو. كان تقريبا ابن المنتج وعاملين له حفله يعني. طيب الاثنين التانيين دول شمبر اللي هو كوميديا فيديوهات انتهت من ايام شادي سرور. كوميديا شمبر اللي فوق ده. مش عارف شمبر؟ لا انا عارفه وكويس انت بتعرفوه. شكله بيفكرني بابن كار والحاجات كان دي. طالع في كلمني شكرا اللي هو الريجيسير اللي كان بيقعد اسمه ايه عمرو عبد الجليل. اضحك ده ولا اقول له امه ايه؟ كان طالع شمبر. لا بس شكله بيفكرني بالافلام الرخيصه. طبعا في فيلم رخيص يا جماعه. ده ترشيح لفيلم هنعمل قائمه اسمها افلام تخليك تجيب اللي في بطنك. فيلم اسمه حصل لنا الرعب متصور في البيطاج جوه بتليفون. ده ايه ده يعني نبقى نتكلم عنه في حلقه جايه. سبب اخر يخليني ما احبش البيطاج مع اني من العجمي بس ما بحبهاش. ده اول بوستر في حمار يطلع. في حمار في الكاست يا جدعان. وصولة عمر
سولو عمر انا يعني مش من مريديها الصراحه. هي كانت ماشيه كويس، ما كنت ماشي حلو، ده صوت ايه اللي انت عاملاه وطالعه في فيلم. بص يعني ضياء المرغني في فقاعه، ده انت لو قصد تينو ما تعمل كده، فلان ده الفلاني ده فقاعه، لا اهي الفقاعه نفسها. ومش عارف مين اللي جنب خالد عليش اللي هو ايه يعني، ده كاس يعني انت سبت في خالد عليش رقبته، بص دي متركبه. يعني يعز عليا ان المصمم اللي عمل البوستر ده عمل حاجات كويسه قبل كده، انما بقاله فتره كده بيتجاب في الافلام الرديئه دي ويشتغل شغل ملفات الفوتوشوب بتاعت 2008، ملف فيه عربيات شكلها بتبقى 3D كرتوني، سما كرتونيه، زرع كرتوني، زينه، اضاءه. ده تلاقيه عنده ملف اسمه اضاءه.png، حمام، شجر، نخل. كان عامل فيلم اللي هم على النيل ده، جريمه على النيل، لا ده اجنبي، اللي كانوا واقفين على مركبه برضه في تماسيح النيل، مسجون، اللي هو عفريت ترانزيت. بلاش شغل البلاستيك ده، انت كنت بتقول عليه صيني باين. الملفات الصيني اللي هي الملفات الجاهزه. اما بقى عن اسم الفيلم، فالجماعه محنكين السينما انتوا لو هتسكتوا على الاستهتار ده انا مش هسكت. ده خرجوا ولم يعدوا، قال يعني على ايه؟ وكتبها غلط. انا مش عايز افتي في النحو، مش المفروض الفعل يعود ده يبقى مجزوم، يبقى يعد، زي خرج ولم يعد يبقى يعد. مش عارف، مش عايز افتي، مش بتكلم في كده على اساس يعني خرج ولم يعد. لو هتسكتوا على الهبل ده انا مش هسكت. دي تهمه، تهمه ايه دي؟ ده هقولها لك، ده وعقوبتها معروفه في كل الدساتير والمشرعين والفقهاء الدستوريين. دي تهمه ازدراء محمد خان، وعقوبتها معروفه. احنا بنجيبك بنقعدك في اوسخ قهوه في وسط البلد، ونحوطك بدايره شباب محنك اكبرهم عنده 21 سنه بيحللوا فيلم كيني صربي فرنساوي ايراني برازيلي، تخرج عيل اصلا. ايوه برازيلي محوج مشترك، يقعدوا يراجعوه كده في نفس واحد، ونشغل لك في الخلفيه الشيخ امام، وفوق الشيخ امام على تراك تاني اي موسيقى لمودي الامام، ونشغل في تراك تالت حكايات بلال فضل الممل عن احمد زكي وعادل امام، وكل ده على الايه بتاعت عادل امام في الحريف. ده لزوم الحنيكه. كل ده ذبذبات في نفس الوقت. هتبدا تشوف خيالات واشباح، هتشوف شبح قاعد وسط الناس، ده عاطف الطيب، لان هو عاطف الطيب وسط الناس قوي، وطيب عشان كده قاعد وسط الناس. هتشوف شبح قاعد في ركن لوحده بيشرب عناب ويعيط ويشير بوستات بتتكلم عنه، ده داود عبد السيد. ده ما تجيش جنبه. ليه يعني؟ لو جيت جنبه هيقول لك يلا اللي بتحبوا السينما التجاريه وما عجبكوش فيلم قدرات غير عاديه. لو كل ده ما جابش معاك هنشغل لك مريم صالح وابو حشيشه تموت. خلص الموضوع على كده. محنكين السينما لو هتسكت انا مش هسكت. انا عامل بوستر ثمنه 30,000 جنيه لخرج ولم يعد. لما يستخدموه في حته زي دي حناكه لازم نتحنيه. ده مش اول مره صح. بطلوا النبي تبوظوا اسماء افلام كويسه. التعويذه يعني 2 ده اتعمل ده؟ شيماء سيف برضو، الافلام البلاستيكيه دي، البوسترات البلاستيك. تعويذه 2 ومالوش اي دعوه بالقصه الاصليه. هنختتم الحلقه بتاعتنا اللي طولت قوي تقريبا، بنسجل بقالنا كتير بمدرسه سينمائيه بفكر جديد وجيل جديد في صناعه السينما، ومدرسه جديده ممكن تسميها مدرسه محمد نجيب السينمائيه المشتركه. فيلم بحبك. تامر حسني بيقدم حاجات غريبه، يعني مذهب الفيلم الاكسبوزيشن بتاع الفيلم، بيكلم صاحبه في التليفون وبيقول له ان هو مخنوق من الصحاب ومش عارف ايه، صاحبه ما بيردش. تامر حسني مش محتاج صحاب، مش محتاج حد يرد عليه، وقفل على صاحبه، يعني قفل في وش صاحبه اللي اساسا ما ردش، وقعد يغني الاغنيه اللي انت اكيد سمعتها. ومن النهارده هدلعني، قال لك هرقص، هخرج معايا ومتعني. امتعني دي غريبه وفيها غلط، بس بتاع النفس والحاجات دي. هتمتع نفسك ازاي؟ لا وفي حاجه الاغنيه دي دقيقه بس هو ما كملهاش. هدلعني وهمتعني وهخرج معاه وفسحني واكتب لي واخرج لي وامثل لي وصمم لي بوستر، تلاقيه عامل البوستر ده، او جايب جاره يعمله او حاجه. الكوميك ريليف، الضحك جاي منين؟ من حاجتين. مين؟ مدحت تيخه وحمدي المرغني. مدحت تيخه لسه في ثقب اسود من ايام البير الرومانسي. حمدي المرغني تحلل هو وفريق مسرح مصر كله بقاله بتاع 6 سنين، ما عدا مصطفى خاطر وتامر حسني. تامر حسني جابوا له شويه بنات، هو اللي جابهم، هو المنتج تقريبا، ولا مش عارف هو المنتج. ما يلا هو اي حاجه، شويه بنات يلا اضحكوا على الداد جوكس اللي هيقولها بقى. بيحصل مواقف اللي هي كتابه صفحه احتواء عشان يتعرف هو على هنا الزاهد، ومش عارف اغمى عليها وشالها على ظهره ورماها في صندوق الزباله ويضربوا بعض شغل الجردل والكنكه. وبعد كده ايه بشويه احداث كده ملهاش لازمه وكوميديا ملهاش لازمه واستظراف منقطع النظير من تامر حسني ومن الممثلين كلهم. بيقرر ان هو يروح يخطبها، فبيشغلوا اغنيه بتقول لك لان الحلال اجمل سانتظر. جدير بالذكر ان قبل الحلال ده بس حضن، فعص، ضرب، عمل كل الموبقات. فانا ماشي، فجأة بيحصل تويست. ده يعني ايه؟ جروب زوجي قرة عيني حاجة كده. طلع له واحدة كان هيتجوزها ليلة الفرح، واكتشفت ليلة الفرح ان هي عندها مش عارف سرطان في المخ، اي حاجة من اللي بتموت دي. فقررت انها تسيبه عشان خايفة عليه، واتعالجت ورجعت تاني عشان خايفة عليه. لا رجعت بقى تاخد حقها فيه، ما تعرفش
عليه. ما تعرفش مين بقى البريمه دونا بتاعت هدى المفتي فتيات التيك توك والتجمع. تخيل لما تتحط هي وهنا الزاهد، فتبان هنا الزاهد من قوه التمثيل فشر سناء جميل. معنى كده ان هدى المفتي هيت ان اول تايم لو. ايوه بتتكلم كده، الكلام ليه فلو اللي انت بتعمله. اقول لك والله انا هنت نفسي جامد. ايه ده يعني انا هنت نفسي ان انا اتفرجت على الفيلم ده وبهين نفسي اهو كام. عامل ايه يا علي؟ انا ظلمتك يا علي، انا بحبك يا علي، يا علي يا علي. ما تعرفش شيعة دي ولا ايه؟ وكوميديا بقى اللي هو نقع في البسين. كان ناقص تقول كده. حلو لحد ما هنا الزاهد بتكتشف النص التاني من الفيلم ليه بناء يدرس في كل معاهد الصرف الصحي. البناء ده تامر حسني في شبابيك فيلا عامل كده سلو موشن، عارف لو حط صبعه في مناخيره هيعملوها سلو موشن. هنا الزاهد عماله تسح، عماله تديله عياط، وبطولته متصوت. مش بطولته متصوت علشان الدور، لا الفيلم بان فشله من تورته اول يوم. يعني هم بيقطعوا التورته بتاعت اول يوم كده، فشل الفيلم خلاص، سبه في جبين الانسانيه. فبطولته متصوت على اللي هي بتعمله في تاريخ. حلو، يبقى مشهد سلو موشن لطم وصوت لحد ما اتقطع لحد ما اتقطع نحبها عياط وسويت وصدغها ورمت. يتقابلوا مع بعض، يمسكوا بعض من الكتاف اللي هي الماسكه بتاعت احمد عبد العزيز. بتعمل فيها كده ليه؟ عملت فيها كده ليه؟ عملنا يرجعوا كل واحد في بيته، لطم وسويت وهو يبص في الشبابيك. بنفضل كل ده لحد ما بتقرر هدى المفتي اللي عملت النحله دي كلها، خلاص بقى يا علي انا همشي واسيبك تتجوز يا علي. وفي مشهد في الاخر، انا ضد العنف ضد المراه بس كان نفسي ادب بايدي في الفيلم كده واروح سافخ هدى المفتي قلم على صداغها، يعني اخليها تصوم وتصلي عليه. مش عشان حاجه، اصل المشهد لازم تعيط، وانا ازاي فرفرت في الطوارئ بالعياط واللطم والسويت. فانت صحي دمعتين تاخدي الشيك وتمشي، مش عارفه تعيط. فكانت عايزه بنيه، عايزه قلم، حاجه كده تخليها تعيط في مش بنرجع يعني. اصل استنى، ما هو الناس دفعت فلوس عشان تخش الفيلم. يعني طب افرض دخلوا وطلع وحش، هياخدوا الفلوس هم ماشيين. مفيش ريفاند في السينمات، مفيش ريفاند في السينمات. ده لو في ريفاند في السينمات احنا كشعب مصري هنخش الفيلم الحلو ونطلع نقول عليه وحش عشان ناخد فلوسنا. ولا الضرب بقى، عارف كوميديا اللي انت بتقول الجردل والكندا كنكه يمسكوا بعض يضربوا بعض وبالشلاليط. ايوه ده هي حلوه قوي كده. الحمد لله كان هيطلع يعني ايماني في المونتاج. والكاميرا عماله تفصل كل شويه، الكاميرا بقت بتسخن. انا ما شفتش ولا احنا حر للدرجه دي. بص الحر. حلقه تانية بقى بعد 3 اشهر ان شاء الله في مولد النبي باذن الله. يكون نزل افلام مولد النبي ده السيزون الجديد ده. نبقى نتكلم على البوسترات بتاعتها. طيب انت عايز حاجه؟ لا والله عايز امشي. وانا والله عايز اطلع اكل. لايك بقى وسبسكرايب لقناه المصارعه. واللي هو ما بيعملش فيها فيديوهات، في فيديو انا المفروض انا منتجه، انا اللي مأخره في المونتاج، بس يعني كله هيتصلح، كله هيتعوض زي فيلم النوم في العسل. هعوضكم عن الفتره دي باي شكل من الاشكال. وانا سعيد. ننزل بقى الاوترو خلاص. انزل بالاوترو وناخد صوره الصوره المصغره اهي. يلا خلاص كده. يلا اقفل بقى. انزل نزل، خلي البتاع ينزل معايا. نزلها لو صوت البان.